عاملين ايه يا اصحابي؟ مستعدين معايا لقصة جديدة على قناتكم حكايات لولي؟ يلا بينا نبدأ حكايتنا. في صباح مشمس جميل خرج التوأم يونس وليلى إلى الحديقة أمام المنزل. يونس يلعب الكرة مع الأولاد، وليلى تقفز الحبل مع صديقاتها. كان كل شيء مليئاً بالضحك والمرح، لكن فجأة ركضت ليلى خلف صديقتها خارج الحديقة نحو الطريق السريع. السيارة تقترب بسرعة ويونس يصرخ بأعلى صوته: ليلى انتبهي! ليلى تسقط أرضاً تبكي، تجمدت من الخوف، لم تستطع التحرك، والسيارة أصبحت على بعد لحظة منها. وفي لحظة خاطفة اختفت ليلى من أمام السيارة لتظهر بأمان على الطرف الآخر من الطريق. يونس يجري إليها يحتضنها والدموع في عينيه، بينما ليلى مذهولة لا تصدق ما حدث. فأخبرها يونس: لقد اختفيت وانتقلت بقوة خارقة. ليلى قفزت من الفرحة: أنا بطلة خارقة! أنا بطلة خارقة! وعاد التوأم إلى المنزل، والسعادة تملأ قلوبهما، لأنه كان اليوم الذي اكتشفت فيه ليلى أول قوة خارقة لها. وبكده يا أصحابي خلصت حكايتنا النهاردة. استنونا في قصة جديدة وممتعة، وما تنسوش اللايك والاشتراك.